ممتاز لكل مستخدمي تلدا، وانا دايما بشجع اللي بيفكر صح. طبعا بعد المشكله الاخيره بتاعت البطاقات المسبقه الدفع، ناس كتير ابتدت تبعد عن بطاقات الشركات ومعظم البطاقات المسبقه الدفع عشان طبعا الدفع الدولي، لان اغلبيه اللي بيستعملها عشان الدفع الدولي. فتلدا فكرت بشكل جميل جدا، قال لك طب ما انا ممكن اضحي بشويه ربح انا كنت بكسبه بدل ما اخسر الناس نهائيا، خاصه ان هي كانت بتديك ليميت لحد 10,000 جنيه شهريا، لكن دلوقتي ما بقاش غير ليميتات محليه. فمن كام يوم لقيت واحد باعت لي بيقول لي انا قدرت اسحب من الاي تي ام بدون اي مصاريف. حبيت اتاكد من الدعم الفني، سالتهم يا جماعه في حد سحب من الاي تي ام بدون اي رسوم؟ قالوا لي لا، غير موضح على التطبيق والكلام ده. فقلت اخوض التجربه بنفسي واجرب. يلا بينا على طول نروح للاي تي ام ونشوف بالظبط ايه اللي حصل وايه رسوم السحب الجديده. زي ما انتم شايفين على تطبيق تلدا، انا معايا في البطاقه 223 جنيه 15 قرش، عشان بعد معامله السحب هنشوف كده هيتبقى معانا كام. طبعا اول حاجه رحت لماكينه بنك القاهره، حطيت كارت تلدا معايا، وبعد كده اخترت اللغه العربيه، وبعد كده حطيت الرقم السري المكون من 4 ارقام، وبعد كده اخترت هنا السحب. بعد كده هنا اخترت مش هطبع ايصال، واخترت هنا ان انا هسحب 200 جنيه. وبالفعل طلعت الفلوس من الماكينة عادي خالص. ورحت بقى على التطبيق عشان الاقي انه مخصوم مني بالفعل 200 جنيه بس، مش 205 زي زمان اما كان بيتخصم 5 جنيه رسوم على السحب من الاي تي ام. بس طبعا الموضوع ده بس على ماكينات بنك القاهرة، اما ماكينات اي بنك تاني برسوم 5 جنيه. وبالتالي فعلا الكلام طلع صح ان تلدا شالت الرسوم. لكن في حاجة لفتت نظري وانا جاي بعمل سحب، لقيت في خانة ايداع ظهرت. حاولت ان انا اضغط ايداع كذا مرة، ما كانتش راضية تشتغل معايا. طبعا الماكينة اللي انا بستعملها دي فيها سحب وايداع، فرحت الماكينة تانية عشان اجرب اعمل ايداع فيها. كانت الماكينة بتدي معايا شاشة سوداء، فواضح ان الخاصية لسه ما اتفعلتش على كل ماكينات الاي تي ام، لكن ان شاء الله في الفيديوهات الجاية نجربها مع بعض. نهايه الفيديو حابب اقول لك ان الفيديو ده لاي حد عايز يستخدم البطاقه دي. مش عايز تستخدمها انت حر، كده كده انت عندك بطاقات الخصم المباشر تقدر تستخدمها. لكن سواء بتشوفني دلوقتي او هتشوفني قدام بعد ما المشكله تتحل، فتلدا دلوقتي هي البطاقه الوحيده اللي بتقدم لك سحب مجانا من الاي تي ام بتاع نفس البنك، وكمان ايداع ومجانا من نفس البنك. طبعا السحوبات من اي اي تي ام تانية غير بتاعه بنك القاهره هتبقى برسوم 5 جنيه، لكن بتاعه بنك القاهره بالذات هتبقى هي المجانيه. وطبعا الايداع ما ينفعش غير من نفس الماكينه. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى تجربه الايداع من ماكينه الاي تي ام. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.